رئيس الجمهورية الفرنسي له كعمل إرهابي إسلامي، وهو قالها من غير مواربة. وهذا أول مرة يوصف رئيس الجمهورية الفرنسي عمل إرهابي يحصل في فرنسا هكذا توصيف. وهذا يجب أخذه في عين الاعتبار. لكنه حتى الساعة لم يصدر أي تبنيات كان وعن أي مصدر رسمي من أي تنظيم، أي فئة في أن كانت حتى الساعة، لا في مثلا نشرات الدولة الإسلامية ولا في إصدارات أو وسائل تواصل القاعدة. وهذا يجب أيضا أخذه في عين الاعتبار. ولكن عمليات الدهس فقد دعت لها القاعدة منذ عام 2010، ودعا لها الناطق باسم الدولة الإسلامية محمد العدناني منذ أشهر قليلة خلت. لكن أعود وأكرر أنه حتى الساعة بغياب أي تبني وبغياب أي معلومات دقيقة عن الدوافع التي دفعته للقيام بهذا العمل، باستثناء بالطبع التوصيف الذي اختاره فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، لا يمكن أن نكهن أو ندخل نبعد كثيرا في فرضيات جازمين بانتمائه لتنظيم الإرهاب. كل ما نعلم عنه حتى الساعة أنه تونسي مواليد 85، استأجر الشاحنة، كان بحوزته مسدس، أطلق النار على الشرطة، وأيضا أنه كان بحوزته أسلحة غير حقيقية إن جاز التعبير، أو مزيفة وهمية. وهذا أيضا يطرح التساؤلات: لماذا كانت معه هذه الأسلحة؟ هل كان ينوي مثلا أن يختطف أناس موهما أنه لديه من الأسلحة؟ إذن هناك الكثير من الأسئلة التي لا جواب لها حتى الساعة، وأظن أنها ستتضح خلال الساعات القادمة عندما يتم التأكد من مسار هذا الشخص ومن هويته كاملا. وسيقوم المدعي العام الفرنسي بمؤتمر صحفي أظن في الساعة 5 توقيت باريس. طيب وسيم، نقطة مهمة حول التعامل مع هذه التنظيمات وفهم كيف تفكر وكيف تشتغل، خاصة الخلايا النائمة أو أطراف معزولة يمكن أن تكون تبنت الفكر المتطرف. هناك انتقادات موجهة لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية الفرنسية مثلا حول التنسيق الأمني، سواء ما بين الأجهزة الأمنية مع الدول الأوروبية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أيضا على الأرض والتعامل. مثلا كان هناك انتقاد قرأته في الصحف على أنه كان حريا على قوات الأمن أن تعمل المستحيل على عدم قتله والقبض عليه حيا للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل العملية ومن كان، هل هناك أطراف أخرى معه مثل ما شهدنا في العمليات الأخرى. نعم، لكن عندما يدهس أناس على مسافة 2 كيلومتر، هم القوات الأمن هو إيقافه قبل كل شيء، ولا يمكن إيقافه عندما يقود شاحنة كبيرة بهذا الحجم 18 طن إلا بقتله وأطلاق النار عليه. لذا أظن أنه لهذا تم قتله، وكان من المتعذر إيقافه إن لم يتم قتله. وأظن أيضا أن التحقيق سيظهر لنا. لكن بالنسبة لما قلته حول المراقبة والتنسيق، هذه أمور لا يمكن أن تفلح في مواجهة هذا النوع من العمليات. لا يمكن أن تفلح. يمكن أن تفلح لأشخاص معينين معروفين من قبل السلطات، وهي حتى لا تنجح، لأنه في ما حصل من اغتيال لشرطي وزوجته الشرطية في مانيونفيل منذ أشهر، كان الرجل معروفا من قبل المخابرات ومراقبا وهاتفه مراقبا، ولم يتمكنوا من إيقافه لأنه لم يشتري أسلحة، لم يقم بشيء إلا أنه أخذ السكين وقتل هذين الشرطيين. إذن هذا يجب أخذه في عين الاعتبار. وهذا الشخص اليوم ليس معروف بصفة إرهابية. لديه بعض القضايا في الحق العام. أجل، ومن السهل أن يستأجر شاحنة وأن يدهس الأناس. إذن لا يمكن أن إيقاف هذا النوع من العمليات التي ستتكرر على ما أظن، لأن مقومات حصولها ما زالت موجودة. وهذا يذكرنا أيضا مثلا بعمليات الدهس في إسرائيل أو في الضفة الغربية وعمليات الطعن. إذن عندما يكون هنالك مقومات تستمر العمليات في الحصول، وأي مراقبة أمنية وإن كانت كثيرة التشدد لا يمكن أن تكون في رأس كل شخص في كل لحظة، وأن تمنعه من التصرف بهكذا طريقة سهلة إنجاز التعبير، أي استئجار سيارة. وهذا شيء قانوني، لا يمكن أن يمنعوه من استئجار سيارة، لا يمكن أن يتكهنوا ماذا سيفعل بهذه السيارة وفي أي ساعة. إذن هنا الصعوبة الكبيرة اليوم، لأنه إن الشخص إن لم يقم بجرم معين يمكن سؤاله بعد هذا الجرم أو سجنه، فلا يمكن إيقافه. طيب، في هذه النقطة أنت تثير نقطة مهمة جدا حول هذه هي العمليات. إذا لم نتمكن طبعا لا يمكن مراقبة كل الأفراد وكل المواطنين مثل ما تقول، لكن في مسألة، وهذه المسألة التي تثار دائما خاصة هنا في أوروبا، لفهم كيف يصل فرد
لا نقول لا نتحدث عن جماعة، فرد، إلى أن يتطرف وأن يقتل ناس وأن يضحي حتى بحياته وأن يموت من أجل أفكار يكون قد تأثر بها عبر الإنترنت أو آمن بها بسبب احتكاكه مع أفراد. يجب هنا القول المفارقة اليوم أنه خلافا للقرن الماضي وطبيعة العمليات الإرهابية والقتالية في وقته، أنه اليوم أصبحت أوروبا وأمريكا حتى مع هجمات أورلاندو الأخيرة وغيرها في بوسطن حتى منذ سنوات باسم القاعدة تهاجم هذه القوى وهذه العواصم بأبنائها. هذا ما يجب التوقف عنده، على خلاف ما كان في السابق. على خلاف ما كان في السابق. وحتى اليوم أنت برهن مثلا أنه تونسي لكنه كان مقيما هنا، ونعلم أنه منذ أشهر قليلة من أراد أن يهاجم كنيسة هنا في ضواحي باريس كان تلميذا جزائريا يقطن هنا وأوراقه تامة ولم يكن مجرما سابقا أو أي شيء. إذن اليوم هنالك نوع من الاستقطاب لهذا الفكر الجهادي. إن قلنا اليوم أن ما حصل في نيس يأتي في هذا السياق، وهنالك شريحة كبيرة من المجتمع أصبحت ربما تستقطب من قبل هذا الفكر. وهذه الحال لم تكن كذلك سابقا، لأنه سابقا كان الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع العالمي غير. اليوم يوجد وضع استثنائي يجعل أن الاستقطاب يتم في جميع شرائح المجتمع. هنالك بالطبع مجرمين سابقين، هنالك متطرفين، هنالك أيضا تلاميذ جامعة، هنالك أناس درسوا، هنالك أناس متعلمين ينضمون إلى هذه الفرق. هذه المفارقة. أعرف أن هذا السؤال كرر عليك في محطات تلفزيونية أخرى ودائما تطرح وكتبت عليه وكتبت عنه الكثير من الكتب. كيف يمكن حتى إذا كان متعلمين، الآن لدينا أمثلة عن متعلمين ليس فقط مراهقين أو شباب كانت لديهم أزمة ومن مستويات اجتماعية متدنية، لكن الآن لدينا أمثلة مختلفة تماما في أكثر من عملية. بعض الأشخاص أو الذين ارتكبوا العملية أو قاتلوا في سوريا والعراق من أوساط اجتماعية ميسورة، متعلمون، درسوا في الجامعات في أوروبا، يتحدثون أكثر من لغتين. كيف يمكن لهؤلاء أن يؤمنوا بفكر عدمي يدعو إلى قتل الآخر وإلى قتل النفس؟ عزيزي، هذه الأمور تحصل في سياق التاريخ البشري وحصلت كثيرا. هذه عقيدة وعقيدة قتالية، وفي سياق التاريخ البشري في عدة حركات تكررت أكثر من مرة. هنالك الشيوعية المتطرفة التي استقطبت الكثير من الناس متعلمين وغير متعلمين. هنالك التطرف اليميني المتطرف استقطب الكثير من الناس، لأنه في كل حركة سياسية كانت أم دينية يوجد مفكرين ويوجد منفذين. واليوم هذا هو الوضع. اليوم هنالك فكر سياسي ديني تبثه هذه الحركات الجهادية ويستقطب في شرائح عدة من المجتمع، ما لم يكن الحال سابقا كما سبق وقلت لك، حيث كان ربما الجهاد يوصف بجهاد النخبة. اليوم هنالك جهاد عام إنجاز التعبير، وهذه المفارقة اليوم.